سيكون آخر عهدك بصلاة الوتر جماعة هذه الليلة في رمضان في المساجد، صح ولا لا؟ جماعة. فلا تنسى صلاة الوتر في بيتك بعد رمضان. وما فيش حاجة اسمها الليلة اليتيمة، يعني بكرة يعني في الليلة تكون ليلة العيد ما فيش قيام في المساجد، فبعضهم يقول لك احيي هذه الليلة لأنها يتيمة ما حد يصليها، سموها الليلة اليتيمة. هذا ما فيش حاجة اسمها ليلة يتيمة، ما يصح أبدا. قم هذه الليلة في بيتك مثل ما كنت تقوم جماعة، 11 ركعة 13 ركعة 6 ركعات 7 ركعات 9 ركعات كم ما قدرك الله. المهم لا تنسى ركعة الوتر. إذا أنت كسلان مثلي وبعد أن تصلي صلاة العشاء وتصلي سنة صلاة العشاء قم اركع ركعة الوتر. هذا إذا كنت كسلان مثلي. وإذا داري بنفسك أنك نشيط تصلي في البيت أنت اختار.